السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنتعرف إزاي نستخلص شوية بيانات من الرقم القومي، شوية داتا كده بسيطة زي تاريخ الميلاد والمحافظة اللي أنت اتولدت فيها والنوع اللي هو ذكر أو أنثى، والكلام ده بطريقة جدا بسيطة. تابعوا معانا هنشوف الدنيا دي ماشية إزاي. هنفتح كده الإكسل مع بعض. هنا أنا عملت المثال بشكل جاهز أهو. هنا بيبقى في عندنا عمود فيه الأرقام القومية، عمود فيه الأسماء. هنا بقى شوية البيانات اللي بنطلعها: القرن، السنة، التاريخ، الشهر نفسه، اليوم اللي اتولد فيه، ونقدر نجمع منه تاريخ الميلاد. وهنا ممكن نحسب برضو العمر بتاعه، ونشوف الكود بتاع كل محافظة، ونطلع المحافظة دي اسمها ايه من الجدول، ونشوف اذا كان هو ميل ولا فيميل، ذكر او انثى. طيب، ده شكل بطاقة الرقم القومي اللي معانا كلنا. لما تيجي تشوف البطاقة هتلاقيها متقسمة بالشكل ده. طيب، على الجدول ده اصلا احنا جايبينه منين؟ جايبينه هنا من على الانترنت. لو جينا كتبنا هنا الرقم القومي، هتلاقي هنا على الويكيبيديا شارحين بطاقة الرقم القومي المصرية ماشية ازاي، وموضحين الحاجات دي في الجدول هنا، وفي جدول موجود عندنا تحت للأكواد بتاعة المحافظات. طيب، على العموم هنشوف كده مع بعض الدنيا ماشية هنا ازاي. أول حاجة الرقم القومي بيتكون من 14 رقم. أول رقم خالص من على الشمال اللي هو هنا اللي بيمثله حرف السي، ده بيدل على القرن الخاص بالميلاد. يعني الناس اللي اتولدت من 1900 لغاية 1999 هتلاقيها دايما عندهم الخانة دي فيها رقم 2. طب اللي مولود من أول 2000 وانت طالع، هتلاقي الخانة دي موجودة عنده فيها 3. تمام؟ طيب، بعد كده هتلاقي الرقمين اللي بيجوا بعدها على طول، ده اللي هو السنة بتاعة الميلاد، يليهم الشهر، يليهم تاريخ اليوم نفسه اللي هو اتولد فيه. طيب، بعد كده هتلاقي في رقمين اللي هم ظاهرين هنا قدامك بحرف الاكس، ده اللي هو بيدل على كود المحافظة. وكود المحافظة هو هنا كتب لك شوية أكواد، واحنا خدناها حطيناها هنا زي ما انتم شايفين. فين؟ في الاكسل اهي. تمام. على العموم كل محافظة من دي ليها كود، ليها رقم. تمام. هنلاقي الناس اللي هم عندهم في الخانتين دول رقم 88 دول اتولدوا خارج الجمهورية. تمام. طيب، نكمل كده مع بعض. بعد كده هتلاقي في عندك 3 حروف اللي هم بيرمزوا بحرف الزد دول. تمام. دي خانات بتضاف للمواليد، ملناش دخل بيها دلوقتي. المهم عندنا اللي هو الرقم اللي قبل الاخير اللي هو زد 1، اللي هو مكتوب عليه زد 1 ده. طيب، الزد 1 ده، الرقم ده لو هو فردي، لو هو رقم فردي فبيكون المولود ده ذكر. طيب، لو هو زوجي فبيبقى المولود ده انثى. تمام. طيب، بعد كده الرقم الاخير اللي هو الرقم ال 14 ده رقم رقابي، علشان يقدروا يشيكوا بيه هل الرقم القومي ده صحيح ولا لا. فاحنا ملناش دعوه بالرقم الاخير ده خالص. طيب، احنا بس اللي احنا محتاجينه نطلعه من الداتا دي، نطلع تاريخ الميلاد، تمام، السن، ونطلع الايه المحافظه، والجندر بتاعه اذا كان هو ميل او فيميل. طيب، هنروح بقى على الداتا هنا عندنا. اول حاجه هنيجي نعلم على دول كده، وهنكتب هنا govern rates، عشان هنا نسمي النطاق ده باسم govern ده، عشان لما هنحتاجه نيجي نستدعيه بعد كده. هنا بقى عندنا التكست ده فاضي خالص اهو، الداتا دي فاضيه. اول حاجه هنقف هنا نعلم عليهم، ونيجي هنا من فورمات از تيبل، ونختار شكل الجدول بتاعنا ونقول له اوكي. بعد كده هتلاحظ ان هو هنا عمل لك ايقونه هنا صغيره، بيقول لك هنا في ارقام داخله على انها تكست، اسيبها. فانت هنا ممكن تقول له اجنور ايرور. طيب، طبعا انت لو حابب تعمل الكلام ده للكل مفيش مشكله. ممكن نيجي هنا من الجزء بتاع الفورميولا ونقول له تشيك ايرورز. حلو. ودي تقوم قايل له اجنور من هنا. اجنور، اجنور. تمام. اللي احنا قلنا ان هنا اول جزء هنا خالص ده اللي هو بيعبر على القرن بتاعنا. طيب، احنا نجيب الحاجه دي ازاي؟ انا هاجي هنا في عندنا داله اسمها ليفت. تمام.
والداله اللي هي الليفت دي، الفانكشن دي فايدتها الوحيده انها تجيب لك حاجه واحده من على التكست. يعني ايه؟ يجي يشوف التكست ده، الخانه الاولانيه يجيبها لك، الخانه الثانيه، الخانه الثالثه، الخانه الرابعه. يعني لو انا عايز خانه واحده بس من تكست، اول حاجه هات التكست بتاعي، واقوم هنا عامل كوما واقول له هات لي حرف واحد بس، فهيجيب لي حرف واحد من ايه؟ السلسله بتاعتنا. طيب انا عايز حرفين، فهقول له اتنين. تمام. عايز ثلاثه، اقول له ثلاثه، وهكذا. تمام. فده الرقم القومي، انا قلت له انا عايز بس الرقم الاولاني منه، الحرف الاولاني، فاقول له ليفت 1، هيجيب لي رقم 2. فهنا اقدر اطلع الايه؟ القرن. هنيجي هنا نقول له ليفت، نفتح القوس معانا، نختار التكست، كوما، ونقول له احنا عايزين عنصر واحد بس منها. فجاب لك هنا 2، وهنا في ناس هم 3، والباقي دول 2. طيب تمام. السنه بقى. طيب علشان انا اجيب السنه نفسها، عشان اجيب السنه بتاعتي، هناخد كم؟ الرقم التاني والتالت. هناخد الرقم التاني والتالت، الخانة التانية والتالتة. تمام. فهنيجي نقول له هنا، لو جينا نقول له هنا ليفت، تمام، الليفت ما بتشتغلش الا من على الشمال بس وانت جاي. انما لو انا عايز اخد حاجه من النص، فبالتالي هنستخدم داله اسمها ميدل، اللي هي ام اي دي. طيب الميدل فايدتها ايه؟ عشان اقدر اخد جزء مستقطع من النص نفسه. طيب ايه اول حاجه؟ بيقول لك هات لي التكست بتاعي. هنضغط على التكست اللي هو ده. بعد كده الخانة التانية أو المدخل التاني ليها ستارت نمبر. أنا هبدأ منين؟ هبدأ من أول عنصر ولا من تاني عنصر؟ لا، من تاني عنصر، هقول له من التاني. والطول قد إيه؟ الطول ده أنا محتاج آخد رقم واحد ولا آخد رقمين؟ هاخد رقمين. كده هي معناها إيه؟ معناها الدالة اللي ظهرت قدامنا دي معناها إيه؟ معناها خد من النص ده، هو التكست ده اهو، خانتين، اللي هم ايه؟ الاتنين الاخير ده، خد خانتين. طيب انهي خانتين؟ بداية من رقم اتنين. يعني من اول هنا، بداية من رقم اتنين كده، يسيب الاولاني، هياخد التاني، وبطول قد ايه؟ اتنين. يبقى الرقم اتنين الاولانية دي معناها ايه؟ البداية بتاعتي هبتدي من عند رقم اتنين، وهاخد قد ايه؟ هاخد خانتين، فيبقى هياخد ال 89 دي، وهنا هياخد ال 90، اللي بعده هياخد ال 09، وهكذا. تمام. وبعد كده زي ما احنا جبنا السنة هنجيب الشهر. طيب احنا قلنا ان الشهر اللي هو الخانة رقم كام؟ ها، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. يبقى من أول أربعة وبطول اتنين. نفس الفكرة أهو، قايل له ام اي دي، وأقوم فاتح هنا القوس، يقول لي هنا التكست اللي أنت محتاجه، أقول له التكست اللي محتاج أنا أقطع منه. بعد كده أنا هبتدي منين؟ من رقم أربعة، من الخانة الرابعة. وبطول قد إيه؟ هاخد رقمين. تمام؟ أقوم قافل القوس. كده جاب لي الشهور من هنا. بعد كده اليوم هيبتدي من الخانة رقم كام؟ من الخانة رقم 6. فبرضه نفس التكست، هضغط هنا واقوم قايل له الستارت بتاعي من أول 6 وطول 2، هياخد جزئين. فكده جاب لي اليوم، الشهر، السنة. بس السنة هنا مش كاملة. يعني إيه مش كاملة؟ يعني دي المفروض 1989، ده المفروض 1990، لأن هو هنا في القرن الثاني. القرن الثاني هو هنا حاسبه ان القرن بيبتدي من اول 1900 لغايه سنه 99. تمام. يعني ناخد بالنا من الجزئيه دي، هو هنا حاسب ان القرن اول 1900 لغايه 1999. طيب في حاله زي دي نعمل ايه؟ المفروض انا هنا ببساطه خالص، لو هي 2 احط 1900. تمام. ولو هو 3 هحط كام؟ 2000. يبقى وصلت الفكره؟ طيب دي نعملها ازاي؟ في اكتر من طريقه. تمام. هقول له بيساوي، المفروض هو هنا 2، فلو هو 2 المفروض تبقى 1900، فانا هقول له 17 زائد الرقم ده. حلو اهو. طيب فهو لو هو 2 هيبقى 19، طب لو 3 هيبقى 2000. تمام. دي طريقة. في طريقة برضو تانية، ان انا هقوم قايل له بتساوي، واقوم عامل اف، اقول له لو اللوجيكال تيست عندي الرقم ده بيساوي 2. طيب احنا ليه حطينا الاتنين بالشكل ده؟ علشان ده عبارة عن تكست. تمام. وهنقول له هنا كوما، ونقول له حط 1900 او 19 على حسب ما انت عايز.
الاتنين واحد. تمام، ممكن اقول له بتساوي 19، وهنا اللي لو هو فولس حط 2000 اللي هي 20. اقفل كده. 1900 يبقى 1989. المفروض بقى انا اجمع الاتنين دول مع بعض. المفروض بقى اجمع، كنسل، المفروض اجمع انا الاتنين دول مع بعض. تمام. طيب هنيجي بقى لتاريخ الميلاد نفسه. هنيجي لتاريخ الميلاد نفسه. تاريخ الميلاد هو تجميعة من دول مع بعض. هستخدم دالة اسمها ديت. الدالة اللي اسمها ديت بتجيب لي المدخل بتاعها. أول حاجة بتدخلها عندك السنة، فالسنة هي عبارة عن 1989. مش دي الوحيدة ودي الوحيدة. فأنا هقول له إيه؟ هقول له الرقم ده and الرقم ده كوما المانث، ادي المانث الشهر، بعد كده كوما واختار اليوم واقول له انتر. فكده التاريخ ظبط معايا هنا. تمام، ده التاريخ كده ظبط معايا. بعد كده بقى لو انا عايز اجيب الايه، كود المحافظه. خلينا نجيب كود المحافظه. كود المحافظه المفروض زي ما احنا قلنا هنا ان هو الخانه رقم كام؟ الخانه اللي هي بعد الايه، التاريخ نفسه. اوكي. طيب فيبقى انا هنا رقم 8، الخانه رقم 8 بالنسبه لي هي بدايتي معايا. طيب هنيجي هنا على الخانه رقم 8، هنقوم قايل له ام اي دي، هنفتح القوس، هناخد الرقم القومي كوما بدايه من 8 وبطول قد ايه 2 برضه، ونقفل القوس ونقول له انتر. كده جاب لي كود كل محافظه. طب انا دلوقتي عندي هنا كود كل محافظه، فانا عايز اجيب بقى الاسم المحافظه نفسها. فاكرين الجدول اللي احنا قلناها جبناه من الاول وعرفنا احنا جبناه منين؟ من على الموقع، من هنا اهو. الجدول ده خدنا نفس الاكواد دي ونسخناها، تمام، وحطيناها هنا وسميناها في الاول جفرنريت من هنا. تمام اهي. فيبقى انا هنا هعمل ازاي؟ هستخدم الداله اللي هي الفي لوك اب اللي احنا بنستخدمها العاديه خالص اهي، في لوك اب، وافتح القوس. ايه اللوك اب فاليو بتاعتي؟ الخانه دي. بس هناخد بالنا الخانه دي مكتوب هنا 02 01، وانا هنا عندي في الجفرن ريتس دي 1، فدي هنا ارقام انتجر. فيبقى الصح ان انا اعمل ايه؟ ان وانا هنا اقول له انتجر وافتح قوس للرقم ده. يبقى انا هنا بحول الرقم ده لانتجر وابتدي بعد كده ادور عليه. يبقى انا بحوله لانتجر وبعد كده اروح ادور عليه. بعد كده هعمل كوم. ايه هي الاري بقى بتاعتي؟ يبقى انا هنا الاول حاجه حطيت الرقم اللي انا هدور عليه اللي هو كود المحافظه. تمام. بعد كده بيقول لي هتدور عليه في انهي اري، انهي تيبل. التيبل بقى اللي هو بتاع الايه، بتاع الجوفرن ريتس اللي احنا عملناه اهو. تمام. طيب انا لو لقيت يعني مثلا دي رقم 2، لو انا لقيت رقم 2 دي اللي هي دي، هجيب انهي عمود؟ العمود الاولاني ولا التاني؟ هجيب العمود التاني. فهقول لو سمحت لو دي مظبوطه هات لي العمود التاني. بعد كده بيقول لي الكلام ده يكون اكزاكت ماتش، يعني لازم يكون القيمه موجوده فعلا. اقول له اه لازم تكون موجوده. اوكي، اقول له طب كده جاب لي 2 اسكندريه. يبقى الشخص الاولاني ده اسمه محمد، مولود في تاريخ الميلاد ده محافظه اسكندريه. عايزين بقى نجيب الجندر بتاعه. في عندنا داله بتقدر تشوف الايه، الايفل والاود اللي هو الزوجي والفردي. خلينا كده مع بعض، مش ده رقم 2 وده رقم 3؟ انا في داله عندنا هو اسمها اس ايفن، وفي داله اسمها از اود. از ايفن بتشوف هل لو الرقم ده زوجي، يبقى الداله دي بتتعامل مع ارقام، والداله از اود بتاكد ان الرقم فردي. يبقى الدالتين دول بيتعاملوا مع الارقام وبيشوفوا اذا كان الحاجه دي زوجي ولا فردي. احنا محتاجين نستخدم داله واحده منهم بس، مش محتاجين الاثنين، يعني لان هو الاحتمالين موجودين. لو هو ذكر اوكي، طب لو ما كانش يبقى انثى. فبالنسبه لي احنا محتاج اي داله منهم واحده بس. تمام. خلينا ناخد الداله اللي هي الايه، از اود، ونشتغل عليه. هنيجي هنا هنقول له الاول از اود. ايه الرقم اللي احنا هنشوفه؟ المفروض ان هو الرقم ال 13 هنا. طيب ايه رايكم نجيب الرقم ال 13 الاول وبعد كده نعمله؟ تمام. هاجي انا هو ام اي دي واقوم فاتح القوس، هقول له التكست اللي انا عايز ادور فيه اهو
هات لي الرقم الكام؟ ال 13. وبطول قد ايه المره دي؟ بطول واحد. ليه؟ لان هو الرقم اللي قبل الاخير. تمام، اللي هو اللي قبل الاخير، يبقى انا محتاج واحد بس. فاحنا كده جبنا الارقام اهي. تمام. طيب هنا في 5 و8، قلنا الخمسة ده ذكر، الثمانية ده أنثى، لأن هو إيه؟ زوجي. طيب هنستخدم بقى كل ده، هنحطه في إيه؟ في إز أود أهو، وهنفتح القوس. لو الرقم ده إز أود، إيه اللي هيحصل؟ لو الرقم ده إز أود يبقى المولود ذكر. تمام. هنا طلعت ترو، طالما طلعت ترو فولس يبقى استخدم دالة إف وريح دماغك. أدا إف أهو. لو ده بترو حط لي ميل اللي هي ذكر. تمام. لو غير كده أو خلاف كده اكتب فيميل أنثى، واكتب لي برضو جنبها بالعربي أنثى، واقفل القوس. ده كده ذكر أنثى، تمام زي الفل. ده بالنسبة للتفنيطة بتاعت الرقم القومي بتطلع ازاي. احنا جبنا سنة الميلاد بالشكل ده. العمر، ازاي بقى نجيب العمر بتاع كل شخص من الاشخاص اللي قدامنا دي؟ طيب احنا نحسب العمر على تاريخ النهارده. هنحسب العمر بتاريخ ايه؟ النهارده. فانا ببساطة خالص ممكن استخدم دالة اسمها date def وافتح قوس. دايما التاريخ اللي انا محتاج اقارن بيه هيكون في الاول. يعني ايه؟ انا هقارن تاريخ الميلاد بتاعي اللي موجود دلوقتي بالتاريخ النهارده، فالقديم هو اللي هيتحط الاول. فالقديم هو اللي هيتحط الايه؟ الاول. احنا نفتح داتا ديف ونفتح القوس، هنكتب إيه؟ تاريخ الميلاد بتاعنا هو كوما بعد كده توداي. يبقى التاريخ الصغير هو اللي بيتكتب فين؟ في الاول، اللي هو التاريخ اللي انا هجيب من بدايته. يبقى الكبير بيتحط في الاخر، والصغير بيتحط فين؟ في الاول. او ببساطه التاريخ اللي انت عايز تروح له هيبقى في الاول. تاريخ ميلادك هيتحط في الاول. التاريخ اللي هتقارن بيه اللي هو تاريخ النهارده هتحطه تاني خانه. وهتقوم قايل له هنا قبل ما تقفل انا محتاج ايه من هنا؟ محتاج السنين. فهقول له يير، واقوم قافل القوس. فهنا قال لك الشخص ده عنده 34 سنه، ده عنده 33 4، وهكذا. ده عنده 59 وده 33. طب انا بقى لو عايز اجيب الشهور، هنا جبت العمر بالايه؟ بالسنين. عاوز اجيب يعني الشخص ده 34 سنه وشويه فكه. الفكه دي بالشهور، انا عايز الفكه دي بالشهور لوحدها كام؟ فانا هقوم قايل له نفس الداله بالظبط، ديت ديف، اقوم فاتح القوس. اتفقنا تاريخ الميلاد هو اللي بيتحط في الاول اهو. بعد كده تاريخ النهارده. تاريخ النهارده هنجيبه من داله اسمها توداي. تمام. بعد كده كوما، وانا محتاج ايه؟ محتاج الشهر. بس لو انا كتبت الشهر كده بس حرف الام وقلت له انتر، هيجيب لي عمرك كله بالشهور. هيجيب لك عمرك بالشهور. طبعا معلش يعني احنا هعمل هنا ايه؟ انسرت. لو جيت قسمت ده على 12، مش السنه فيها 12، هيطلع لك 34 وفك. خدنا بالنا 34 وفك. تمام. ال 34 دي اللي هي السنين. الفكه دول الشهور بتاعتك. يعني لو انت خدت ال 41 دول وضربتهم في ال 12 تاني، ال 41 اللي فاضلين ده هو هنا 41 اهي في ال 12 هيطلع لك 4 شهور وفك. فاحنا مش عايزين نقعد نحسب نجيب الفكه ده ونقعد نحسبها، احنا عايزين بالداله دي على طول نعملها. فهنا بدل ما انت تقول له مانث من هنا على طول، هتقوم قايل له ايه؟ واي ام. واي ام هيطلع لك ايه؟ الشهور المتبقيه بعد السنه. يعني هنا 34 سنه وخمس شهور. طب انا عايز الايام، داله بقى ده مش محتاجينه. طب انا عايز الايام، نفس الداله، وهفتح القوس، اختار تاريخ الميلاد الاولاني وبعد كده today،
وهنا هقوم قايل له ايه؟ لو انا قلت له برضه حرف الدي بس هيجيب لي عدد ايام عمرك كلها، لا انا عايز الايه؟ الايام اللي متبقيه بعد الشهور. فهقول له هنا ام دي. يبقى الشخص ده عنده 34 سنه وخمس ايه؟ شهور و17 يوم. ده مقارنه بتاريخ النهارده، مقارنه بتاريخ ايه؟ النهارده. تمام. طيب احنا كل شويه اقوم قايل له توداي توداي، طب ما انا اقوم قايل له الايدج كلمه توداي دي ممكن احط انا التاريخ هنا على طول فوق. تمام. وبعد كده ايه؟ اعملها. تمام. يعني بدل ما انا اقعد كل شويه اكتب توداي، اشيل انا التوداي دي خالص من هنا، احط الخانه اللي فوق دي واثبتها باف 4 واقول له انتر. طبعا هو هيعمل ايرور دلوقتي بس اصبروا مش مشكله. هنعمل هنا الخانه دي ونقول له اف 4 واديله انتر. نفس الفكره، اشيل كلمه توداي دي واقوم حاطط الخانه اللي فوق دي واقول له اف 4 وانتر. التوداي دي لو انا قلت له هنا بتساوي، كتبت له هنا توداي قلت له انتر، فكده جابها لي. طب انا عايز اقارنه بتاريخ معين مثلا، عايز اقارنه بتاريخ معين، تاريخ مثلا 1/10/2023. عايز اقارن الناس دي عشان يبقى بتاريخ 1/10 يبقى عنده كام سنه؟ الشخص ده في 1/10 يبقى عنده كام سنه؟ فقال لك الشخص ده في 1/10 يبقى عنده 34 سنه 8 شهور و24 يوم. ده بتاريخ 1/10 الشخص ده يبقى عنده 60 سنه وشهرين و24 يوم. فده كده اسهل. طب انا عايزها توداي، اقول له توداي وخلاص. تمام. اوكي. فكده التاريخ هيتحدث معاك على طول وبايه؟ مكان واحد. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله في اي استفسارات او اي حاجه حضراتكم عايزين تستفسروا عنها ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات، وان شاء الله نوفيكم بيها في فيديوهات جديده ان شاء الله. السلام عليكم.